السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إمام عاشور. إمام عاشور طبعا، والمشكلة اللي احنا سامعينها من امبارح، ومشكلته طبعا مع محمد الشناوي، والغلط الكبير اللي غلطه في محمد الشناوي بعد مباراة استاد أبيجان في أفريقيا في البطولة الأفريقية. وطبعا المشكلة ان هو ما لعبش المباراة، فطبعا مضغوط ومتضايق انه ما كانش عايز يلعب وهو خارج من الملعب، فطبعا بيبرطم زي ما بنقول كده بالبلدي يعني، بيبرطم بالكلام، فبيتكلم معاه كوكا في انه لا خلي بالك ان المترجم سمعك وهيوصل لكولر وبتاع. فامام عاشور زي ما تقول اللي هو يا عم كبر دماغك، فمحمد الشناوي بدأ يتكلم معاه. فطبعا امام عاشور كان رده عليه انه لا انتوا شايفين كلكم بقت كباتن وانتوا مالكوش دعوه ومحدش يتكلم. يا ابني اسكت خالص، مالكش دعوه وما تتكلمش. والله اعلم بقى المحادثه والنقاش راح لحد فين. طبعا طلعت اشاعات انه حصل تراشق بالايدي، وده ما بيحصلش في النادي الاهلي. هو الموضوع كله كان نقاش، ونقاش ساخن، الله اعلم برضو لان احنا اكيد ما كناش في الحدث، مش عارفين النقاش راح لحد فين. طيب، ننام نصحى الصبح تاني يوم على بيان رسمي من النادي الاهلي بمعاقبه امام عاشور ب1,000,000 جنيه. طيب، هنا في شقين، في او بمعنى اصح الجمهور انقسم لقسمين يعني. في القسم الاول اللي بيقول لك انه تمام، يعني احسن وان هو يتعاقب وان العقوبه تعلن. انا بتكلم على اعلان العقوبه، انا ما بتكلمش على العقوبه. امام غلط 1,000,000%، هو غلط. كابتن النادي الاهلي هو في الاول وفي الاخر كابتنه، وليه منتهى الحق في انه يتكلم معاه. قال لك اسكت، خلاص اسكت، خلصت قصه وانتهت. لكن بقى جو البرطمه، امام برضو عنده مشكله انه حاسس بنفسه، حاسس بنجوميته. نجوميتك دي اداها لك جمهور الاهلي، وخلي بالك مش هيسحبها منك غير جمهور الاهلي، وجمهور الاهلي عمره ما هيرضى مهما سندك ومهما كنت احسن لعيب في الفرقه. لكن عند الغلط انت ولا حاجه، انت ولا حاجه فعلا، هترجع الصفر عادي جدا 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 بالنسبه لجمهور الاهلي. وبقى الامثله يعني مش هقدر اعدها لك ولا احصيها يعني. فزي ما بنتكلم كده على القسم الاول، بيتكلم في انه اعلان العقوبه كان واجب، وكويس ان الاهلي اعلن العقوبه علشان خاطر يتسلم للجماهير، لان في طبعا زومه جامده جدا من جماهير الاهلي على امام عاشور دلوقتي. بس انا عايز اقول حاجه في الحته بتاعت الناس اللي مؤيدين لاعلان العقوبه. دلوقتي اي بني ادم او اي لاعب هيغلط في النادي الاهلي، بقى الكابتن محمد رمضان مجبر انه يعلن عقوبته. يعني لو لعيب غلط ايا كان نوع الغلط، فهيبقى الكابتن محمد رمضان تحت رادار من اللعيبه، واحد زي كهربا، واحد زي امام، هيبقى في تربص منهم، لانك هتعمل ايه؟ ورينا هتعمل ايه؟ هتعلن ولا مش هتعلن؟ فايا كانت المشكله بعد كده، ينفع تعلن او ما ينفعش تعلن، لازم تعلن، لان انت عندك ناس في الفرقه، والمساواه في الظلم عدل. فالكابتن محمد رمضان بده بيحط على نفسه ضغط كبير جدا، انا شايفه ضغط كبير جدا جوه اوضه اللبس، او جوه او في حته في حل مشاكل اوضه اللبس. لان بعد كده اي مشكله، هي كبيره هي صغيره، طالما فيها عقوبه، طالما فيها عقوبه ماليه، فانت واجب انك تطلع تعلن. واعتقد ده هيعمل شويه مشاكل. انا برضو ما بحطش رايي. تعال نتكلم عن القسم التاني، واللي بصراحه انا منهم. انا شايف انه انا لو عندي في البيت عيلين، يعني انا لو مخلف عيلين وبربيهم، لو عندي اكتر من عيلين، 3 4 5 ايا كان يعني، وواحد غلط، انا اب وعارف شخصية عيالي، عارف مين اللي لما عاقبه اقدر اتكلم وسط الناس على عقابه، ومين اللي لما اعاقبه
بلاش افضحه في وسط الناس واخلي العقوبه بيننا جوه البيت عشان خاطر ما اخسروش. فانا شايف من وجهه نظري، يعني انا دلوقتي المفروض ان النادي الاهلي عارف شخصيه امام عاشور، وعارف شخصيه كهربا، عارف شخصيه السوليه، عارف شخصيه الشحات، عارف. ما هم بالنسبه للكابتن محمد رمضان دول كلهم عياله، دول كلهم اولاده. فهو اكتر واحد يقدر يقول، لاني انا لو اب زي ما بقول كده، او نتكلم بقى على الكابتن محمد رمضان، انا مثلت بموضوع الاب وعياله، يعني هنتكلم على الكابتن محمد رمضان. انت النهارده لما اعلنت عقوبه كهربا كانت اوريدي يعني في الامارات، واكيد الناس هتصحى الصبح مش هتلاقي كهربا في المعسكر، فهيبتدي التساؤل، فكان واجب هنا اعلانها، ما عنديش مشكله خالص فيها. لكن انا بالنسبه لامام عاشور، ليه اعلان العقوبه؟ يعني انا شايف من وجهه نظري ما كانش له فايده اعلان العقوبه. كنت شايف ان هي اتعاقب، وخصوصا ان هو تاني يوم في مكتب الكابتن محمد رمضان لما قال له على العقوبه هو ارتضى بالعقوبه. ف يعني كنت شايف الاحسن بالنسبه لشخصيه واحد زي امام عاشور بلاش اعلان العقوبه، او ما كانش يعني مش مفيد قوي اعلان العقوبه. كبر الموضوع اكتر وسلم امام عاشور للصفحات الزملكاويه اللي قاعده مستنيه. هو ده بقى اللي انت ربيته، بتقول ان هو كان مختلف عندي وتربيته عندي كان فيها وبتاع. طب اهو تربيته عندك زي ما تربيته عندي، وبيغلط نفس الغلط. فانا شايف ان احنا حطينا امام عاشور بس تحت سكينه النقاد، وخصوصا الاعلام الزملكاوي. فهو ده بقى القسم الثاني، يعني القسم الثاني اللي ضد اعلان العقوبه. فيا ريت في الكومنتات تقولوا لي انتوا تبع اي قسم في الاثنين، مع اعلان عقوبه امام عاشور ولا ضد اعلان عقوبه امام عاشور، وايه السبب. هو ده اللي كنت حابب اقوله. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما ننساش لايك والاشتراك في القناه علشان يوصلنا كل جديد. سلام عليكم.